جماهير مهما كنت فين كانت وراك وعمرها ما خذلتك. كلنا شفنا الاستاد في ماتش انتر ميامي، جماهير الاهلي كانت متواجده ازاي. سافرت على نيوجيرسي شفت الجماهير استقبلتك ازاي برضه في المطار. فالجماهير دي مستنيه منك انك تكسب. الجماهير دي مش مستنيه تاني اي خساره او اي احباط. انا موافق ان احنا نلعب رجاله ونتعادل، بس مش موافق ان كل واحد يورينا فنياته ونخسر، ولا كل واحد يفزلك ونخسر تاني. استقتل في الدفاع واقفل نص ملعبك، كل لاعب بيدي 200% من مجهوده. ممكن تلعب على المرتدات، بالميراس اظن ان هو هيهاجم ويضغطك من قدام، تقدر تلعب قدام على وسام او تريزيجيه او زيزو او ايا كان اللي هيبدا. المهم ما تخافش، جمد رجلك في الملعب. ماتش 90 دقيقه 11 قدام 11 مش اعجازيه. لعبت بالميراس قبل كده، مستنيين نتيجه تغير كل الاحباط اللي احنا فيه. هنركز على الضربات الثابته، سواء من الجناب زيزو موجود في الاوفر كورنر، الضربات الحره المباشره للمرمى. عندك وسام ابو علي ان شاء الله توفق في واحده ولا حاجه. ضربات الجزاء يعني يا ريت عرفنا بقى الموضوع ده، عرفنا مين الاول مين الثاني وخلاص، وعقوبه لتريزيجيه وتقبلها. الكلام ده يا ريت بقى نشوفه بجد، ما يكونش ايه تلفزيون وخبر ومصالح الناس واتضايقت والكلام ده. مش طالبين غير حاجه واحده بس، حاجه واحده بس هتجيب مفتاح الفوز. 11 راجل في الملعب، 11 راجل، مش عايز اكتر من كده. وان شاء الله نتقابل بعد الماتش ونحتفل سوا. شكرا.